وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقسمنا بني إسرائيل 12 قبيلة، وأوحينا إلى موسى حين طلب منه قومه أن يدعو الله أن يسقيهم أن اضرب يا موسى بعصاك الحجر، فضربه موسى فانفجرت منه 12 عينا بعدد قبائلهم 12. قد علمت كل قبيلة منهم مشربها الخاص بها، فلا تشترك معها فيه قبيلة أخرى. وظللنا عليهم السحاب يسير بسيرهم ويتوقف بتوقفهم، وأنزلنا عليهم من نعمنا شرابا حلوا مثل العسل وطائرا صغيرا طيب اللحم يشبه السمان. وقلنا لهم كلوا من طيبات ما رزقناكم، وما نقصونا شيئا بما وقع منهم من الظلم وكفران النعم وعدم تقديرها حق قدرها، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بنقص حظوظها حين أوردوها موارد الهلاك بما ارتكبوه من مخالفة أمر الله والتنكر لنعمه. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. واذكر أيها الرسول حين قال الله لبني إسرائيل ادخلوا بيت المقدس وكلوا من ثمار قريته من أي مكان منه وفي أي وقت شئتم، وقولوا يا ربنا حط عنا خطايانا وادخلوا الباب راكعين خاضعين لربكم، فإن فعلتم ذلك تجاوزنا عن ذنوبكم وسنزيد المحسنين من خيري الدنيا والآخرة. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. فغير الظالمون منهم القول الذي أمروا به فقالوا حبة في شعرة عوضا عما أمروا به من طلب المغفرة، وغيروا الفعل الذي أمروا به فدخلوا يزحفون على أدبارهم بدلا من الدخول خاضعين لله مقنعي رؤوسهم، فأرسلنا عليهم عذابا من السماء بسبب ظلمهم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. واسأل أيها الرسول اليهود تذكيرا لهم بما عاقب الله به أسلافهم عن قصة القرية التي كانت بقرب البحر حين كانوا يتجاوزون حدود الله بالصيد يوم السبت بعد نهيهم عنه، حين ابتلاهم الله بأن صارت الأسماك تأتيهم ظاهرة على وجه البحر يوم السبت وفي سائر الأيام لا تأتيهم. ابتلاهم الله بذلك بسبب خروجهم عن الطاعة وارتكابهم المعاصي، فاحتالوا لصيده بأن نصبوا شباكهم وحفروا حفرهم، فكانت الحيتان تقع فيها يوم السبت، فإذا كان يوم الأحد أخذوها وأكلوها. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا
قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. واذكر أيها الرسول حين كانت جماعة منهم تنهاهم عن هذا المنكر وتحذرهم منه، فقالت لها جماعة أخرى: لم تنصحون جماعة الله مهلكها في الدنيا بما ارتكبته من المعاصي أو معذبها يوم القيامة عذابا شديدا؟ قال الناصحون: نصيحتنا لهم معذرة إلى الله بفعل ما أمرنا به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لا يؤاخذنا بترك ذلك، ولعلهم ينتفعون بالموعظة فيقلعون عما هم فيه من المعصية. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما أعرض العصاة عما ذكرهم به الواعظون ولم يكفوا، أنجينا الذين نهوا عن المنكر من العذاب، وأخذنا الذين ظلموا باعتدائهم بالصيد يوم السبت بعذاب شديد بسبب خروجهم عن طاعة الله وإصرارهم على المعصية. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فلما تجاوزوا الحد في عصيان الله تكبرا وعنادا ولم يتعظوا، قلنا لهم: أيها العصاة كونوا قردة أذلاء، فكانوا كما أردنا، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. واذكر أيها الرسول إذ أعلم الله إعلاما صريحا لا لبس فيه: ليسلطن على اليهود من يذلهم ويهينهم في حياتهم الدنيا إلى يوم القيامة، إن ربك أيها الرسول لسريع العقاب لمن عصاه، حتى إنه قد يعجل له العقوبة في الدنيا، وإنه لغفور لذنوب من تاب من عباده رحيم بهم. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وفرقناهم في الأرض ومزقناهم فيها طوائف بعد أن كانوا مجتمعين، منهم الصالحون القائمون بحقوق الله وحقوق عباده، ومنهم المقتصدون، ومنهم المسرفون على أنفسهم بالمعاصي، واختبرناهم باليسر والعسر رجاء أن يرجعوا عما هم فيه. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. فجاء من بعد هؤلاء أهل سوء يخلفونهم، أخذوا التوراة من أسلافهم يقرؤونها ولا يعملون بما فيها، يأخذون متاع الدنيا الرديء رشوة لتحريفهم كتاب الله والحكم بغير ما أنزل فيه، ويمنون أنفسهم بأن الله سيغفر لهم ذنوبهم، وإن يأتهم متاع دنيوي زهيد يأخذوه مرة بعد مرة. ألم يأخذ الله العهود والمواثيق على هؤلاء ألا يقولوا على الله إلا الحق،
دون تحريف أو تبديل، ولم يكن تركهم للعمل بالكتاب عن جهل، بل كان على علم، فقد قرأوا ما فيه وعلموه، فذنبهم أشد. والدار الآخرة وما في الدار الآخرة من نعيم دائم خير من ذلك المتاع الزائل للذين يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. أفلا يعقل هؤلاء الذين يأخذون هذا المتاع الزهيد أن ما أعده الله للمتقين في الآخرة خير وأبقى؟ والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. والذين يتمسكون بالكتاب ويعملون بما فيه ويقيمون الصلاة بالمحافظة على أوقاتها وشروطها وواجباتها وسننها سيجازيهم الله على أعمالهم، فالله لا يضيع أجر من عمله صالح.